فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفرحة والهنا، معاكم مونيكا ميشيل، وجايبة معايا حل طبق امبارح، والحل هو أغنية تمر حنة للفنانة فايزة أحمد. وجه وقت نلعب مع فزورة جديدة بأكلة فعلا مميزة، وهنكشف دلوقتي طبق النهاردة ونعرف الأكلة المفنونة. حبة صغيرة عاشت مع الناس من بدري، تشبع الغلبان وتدخل الرغيف بدري، تتسلق وتتهرس وهي أصل الحكاية، ومع هنيدي ضحكتها جاية جاية. 3 كلمات مش من حارتنا ده بعيد، لو جمعت الأكلة مع البعد هتوصل لاسمه المشهور من غير تعقيد. وحالا هنسيب الفزورة المفنونة وهنعرف عن الأكلة معلومة. لو جاتلك فرصة تدخل مع علماء الآثار واحدة من مقابر المصريين القدماء، كنت هتشوف بقايا من بذور الأكلة دي. ما تستغربش، لأن ده كان من طقوس الدفن، لأنهم دايما كانوا بيفكروا إن وجود الأكل عموما جوه المقابر ليه علاقة بالبعث والخلود. أما بقى عن بذور الأكلة دي اللي كانت موجودة في المقبرة، عايز تشوفها دلوقتي؟ هتلاقيها في المتحف الزراعي المصري موجودة زي ما هي، ولو عشت في وقتهم هتعرف إنها أكلة شعبية مهمة جدا، وده لأنها بديل للبروتين الحيواني، فبالتالي هي كده أكلة كويسة وتمشي حال المواطن البسيط. وفي الوقت ده لو أنا وإنت جوعنا وحبينا نطلب طبق من الأكلة دي، هنلزق في اسمها كلمة تمس، وأكيد مش هينفع نقول الكلمة المشهورة اللي احنا بنقولها عليها دلوقتي علشان نتفهم. وعن كلمة تمس فهي معناها مدفون. ليه؟ لأن دي بقى كانت طريقة تسوية أكلتنا، كانوا بيدفنوها في الرماد السخن لغاية لما تستوي وتبقى لذيذة. متهيألي السيرة فتحت نفسكوا زيي، صح؟ قولي بقى، حليت الفزورة؟ طيب خمنت ايه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودلوقتي متهيألي كلنا شبعنا وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، وبكرة أول ما تدق 7:30 استناني هنا، هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى، هتتسلى.